لو داخل مجال الجرافيكس في 2026 يعتبر في 2027 المفروض اعرف ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد رملاوي، كرييتيف دايركتور شغال في مجال الجرافيك ديزاين من أكتر من 13 سنة. لو أنت داخل مجال الجرافيكس في 2026 المفروض تاخد نصايح إيه؟ أو من الآخر المفروض أكمل في المجال ولا أسيب المجال أصلا؟ وبعد الذكاء الاصطناعي المفروض إن أنا أصلا أكمل في مجال زي ده ولا أصلا المجال خلاص انتهى لأن الذكاء الاصطناعي هياخد مكاننا كلنا؟ دي الأسئلة اللي بتيجي في ذهن كل واحد فينا داخل لسه المجال. طيب خلينا اخد بس بريك داون كده لكل الكلام اللي احنا لسه قايلينه ده، لكل الأسئلة اللي في دماغك وكل الحاجات اللي بتيجي في دماغك، واقول لك الجرافيك ديزاين رايح لحد فين وهو فين والمفروض تتعلم ايه. ولو انت داخل وخايف من الذكاء الاصطناعي المفروض تحط في دماغك ايه او تفهم ايه عشان لو انت فعلا حابب تخش مجال الجرافيك ديزاين. طيب الجرافيك ديزاين هتلاقي ناس كتير بتعمل صور لمنتجات وناس كتير بتعمل تصميمات بالذكاء الاصطناعي، بيروح يجيب برومبت ويعمل الصورة او يعمل الحاجات اللي هو بيعملها ايا كانت بقى، صورة فيديو الكلام ده كله. فالجرافيك ديزاين كده بالنسبة له ولا حاجة لان هو قدر يعمل كل حاجة لوحده. طيب تعالى ناخد الحتة دي ونقطعها بحيث ان احنا نفهمها بشكل صح. اول حاجه الناس اللي هي عملت البرومبت وطلعت حاجه شكلها لطيف، اولا هو درس المحتوى بتاع البيج او البراند؟ لا. طيب هو فاهم يعني ايه كونسبت ويطلع استراتيجي وبعد كده يبني بعديها كونسبت يدوم، او ان هو يبقى فيه رساله تسويقيه تربط البراندات ببعضها؟ في براندات كتير موجوده في السوق، هل كل البراندات انت فاكرها؟ لا. البراندات اللي بتعلم مع الناس هي البراندات اللي قدرت تعمل رساله تسويقيه، وبعد كده الجرافيك ديزاين هو اللي خدم على الحاجات دي. فالجرافيك ديزاين عامه عمره ما يندثر او يختفي بمجرد ان في ادوات او اوتوميشن بيقدر يعمل كاروسيلز او بيعمل ديزاينز سوشيال ميديا، او ان انت بتنزل محتوى بشكل دوري بدون استراتيجي بدون خطه واضحه. يكون الشخص اللي قاعد بيشتغل مع الاي اي يكون اصلا عنده الخلفيه او عنده المعلومه اللي تقدر تخلي الذكاء الاصطناعي يديله المعلومه او الديزاينز الواو اللي انت بتشوفها دي. ناس كتير قوي بتعمل فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، وناس كتير بتعمل صور بالذكاء الاصطناعي، بس كلها ملهاش اي يعني ملهاش جراف، ملهاش مود بورد محدد، ملهاش حاجات ببعضها، يعني هو مش مربوطه، مفيش ايدنتيتي، مفيش اي حاجه خالص تدل ان الحاجات دي جرافيك ديزاين. الجرافيك ديزاين هو ربط ما بين حاجات كتير قوي. وده هيرجعنا لسؤال، هو ايه الجرافيك ديزاين اصلا؟ وايه الفرق بينه وبين الارت؟ الارت هو ان انت ترسم حاجه شكلها جميل قوي وتبيعها في المعارض او في المتاحف، ولكن الجرافيك ديزاين هو ان انت تعمل حاجه شكلها شيك تقدر تشد او تجذب المشاهد عشان تبيع حاجه معينه. وده اللي بيخلينا نقف مع مجموعه من الديزاينرز اللي بيبقوا شايفين ان هم طالما عاملين ديزاين شكله حلو قوي واو وهو ما بيخدمش الرساله التسويقيه، ده يقول لك لا ده الكلاينت ده ما بيفهمش. مين قال لك ان هو ما بيفهمش؟ الكلاينت ده عايز يبيع حاجه معينه، والكونسبت اللي انت عملته اللي هو شكله لطيف قوي ان انا احطه في المتحف او اعمله برواز عندي في البيت، مش هو ده اللي باع لي الكونتنت او مش ده اللي باع لي البرودكت بتاعي. فانت لازم تبقى فاهم ده كويس قوي، ان الجرافيك ديزاين مش مجرد ارت، لا هو بيطوع الارت عشان يطلع بحاجه ليها هدف تسويقي. فلو كان التصميم بتاعك او كان اللوجو بتاعك او كان الفيديو بتاعك ما فيهوش هدف، فمعلش الفيديوهات دي هي فيديوهات بتجو فايرال على السوشيال ميديا وهي ملهاش دعوه خالص بالبراندات الكبيره. طيب ده اول حاجه. تاني حاجه لازم ناخد بالنا كويس قوي، لان في ناس بتبقى داخله الجرافيك ديزاين وفاكره ان هي مجموعه من الفيديوهات ومجموعه من الصور وخلاص على كده، وان انا اروح افهم مانيبيوليشن وان انا اخش على الفوتوشوب واعمل شويه حاجات على الستريتور وافهم شويه في ان ديزاين وبعدين اخش على بريمير وبعدين اعمل شويه افكتات مع ساوند افكتس مع في اف اكس، خلاص انا كده اجمد واحد في الدنيا. طيب خلينا ناخد
الحاجه واحده واحده عشان نبقى فاهمينها، ان الجرافيك ديزاين امبريلا جواه سيكشنز. يعني ايه الكلام الكبير ده؟ الجرافيك ديزاين زي اي مجال في الدنيا جواه سيكشنز. انا دايما بقول ان هو عامل زي كليه الطب. لما حد بيقابلك، انت قابلت دكتور، والدكتور ده قابلك في الشارع انت ما تعرفوش، اهلا فلان اهلا فلان، قال لك انا دكتور احمد ابراهيم. انت اول سؤال بيجي لك في بالك هو ايه؟ حضرتك دكتور في ايه؟ دكتور اسنان، دكتور علاج طبيعي، دكتور ايه بالظبط؟ صح كده؟ هو ده بالظبط الجرافيك ديزاين. امبريلا جواها سيكشنز كتير جدا، كل واحد فينا متخصص في حاجه، بيعرف عن الحاجات الباقيه، ولكن هو متخصص في حاجه. تمام؟ طيب ايه هي التخصصات دي؟ اول سيكشن معانا في الجرافيك ديزاين هو الفيجوال ايدنتيتي والبراندنج. اللي هي ايه؟ اللي هي الهويه البصريه. من اول ما تبني لوجو لحد ما تعمل هويه بصريه تقدر تعمل بيها جايد لاين للبراند ده ان هو يمشي او هيتشاف ازاي. تمام كده؟ قبل اللوجو المفروض ان انت بتعمل استراتيجي. الاستراتيجي دي هي اللي بتبني البراند او اللي بتبني الرساله بتاعت البراند. ولو عايز تفهم اكتر عن الاستراتيجي هتلاقي كورس كامل انا سايبه على القناه. هتلاقيه ممل شويه لاني بتكلم على حاجه دسمه، يعني بديك معلومات دسمه، ولكن هي دي المعلومه الصحيحه اللي المفروض تسمعها، مش مجرد تطبيق فارغ وخلاص. تاني سيكشن وهو الادفرتايزنج ديزاين. ايه هو الادفرتايزنج ديزاين؟ هو الديزاينز اللي انت بتشوفها على الاوت دورز في الشارع وانت سايق عربيتك، بتلاقي اوت دورز في الشارع او الكي فيز زي ما احنا بنسميها كديزاينرز. الكي في هو الفيجوال اللي بيتعمل، اللي بيبقى ماستر لكل الكامبين. انا منزل كامبين في الساحل وانا عايز ابيع حاجه معينه، فالكامبين لها رساله ولها ماستر فيجوال. الاتنين دول بيخدموا الاوبجيكتيف اللي المفروض بشتغل عليه. هو ده الادفرتايزنج ديزاين، مربوط بالسكشن اللي بعده وهو السوشيال ميديا ديزاينز. اغلبها بتبقى قريبه من بعضها، او كل التكنيكس اللي انت بتتعلمها، لان ناس كتير قوي بتخلط ما بين ان هي بتتعلم تكنيك وانها بتتعلم الجرافيكس نفسه. انك تتعلم تكنيك جوه الفوتوشوب ان انت تقص صوره وتحط شادوز وتظبط اللوك اند فيل بتاع التصميم، ده مش الجرافيك ديزاين، ده اسمه تكنيك. تمام؟ فان انت تتعلم بقى الفيجوال ايدنتيتي او تتعلم الفيجوال بيتعمل ازاي، او اطلع ازاي بماستر فيجوال، دي قصه تانية تماما لازم تفهمها. ان هي الكي في او الماستر فيجوال اللي انت عامله ده هو بيخدم اوبجيكتيف معين او بيوصل رساله معينه للجمهور اللي هيشوفه في الشارع او يشوفه في السوشيال ميديا. تمام كده؟ هتلاقي في نظام كامل للديزاين. ايه هو النظام؟ لازم تبقى فاهم يعني ايه خطوط، لازم تبقى فاهم يعني ايه الوان، لازم تبقى فاهم يعني ايه جريدز لكل تصميم، وكل جريد بيدل على ايه بالظبط. زي ما انت او مخرجين السينما لما بيعمل كادر معين، فانت لازم تبقى فاهم الكادرات دي اتاخدت ليه وبتبين ايه. حركات الكاميرا نفسها، الانجلز بتاعت الكاميرا، ليه هتحط الانجل دي، او ليه الاضاءه جايه من في التصميم بتاعك من اليمين مش من الشمال. فانت محتاج تسال نفسك بعض الاسئله وانت بتعمل اي فيجوال في الدنيا. طيب انا رحت جبت شويه حاجات وركبتها، هتسال كل سؤال لنفسك: انا حطيت الايتم دي هنا ليه؟ طيب الاضاءه دي جايه من فوق ولا جايه من تحت؟ الحاجات دي كلها هتفهمها في التكنيكس، بس لازم تفهم هو انت ليه اصلا بتعملها ولا ايه. بعد كده بنخش على الباكجينج ديزاين. الباكجينج طبيعي كلنا عارفينه، اللي هي الشنط، الحاجات اللي هي بتبقى التغليف بتاع البراندات وهكذا. وليه الباكجينج يبقى شكله كده، وازاي يربط مع العميل، والكلام كله له علاقه اصلا بالفيجوال ايدنتيتي فوق. عشان كده ذكرنا البراندنج اول حاجه. بعد كده هنخش على اليو اي والبرودكت ديزاين. ايه هو البرودكت ديزاين وهو اليو اي؟ في ناس كتير قوي عندها ميسليدنج كده، بتفهم غلط ان كلمه برودكت ديزاين يعني ان انت بتصمم البرودكت نفسه او بتعمل 3 دي. لا، هو البرودكت ديزاين هو ان انت بتعمل اليوزر اكسبيرينس بتاع اي ويب سايت او اي حاجه في الدنيا. بمعنى ايه؟ خلينا ندي مثال عشان نسهل الموضوع. ستاربكس
لما بعد ما عملت استراتيجي للبراند وعملت فيجوال ايدنتيتي، محتاجه تعمل برودكت ديزاين للويب سايت بتاعها واليوزر اكسبيرينس بتاعه الورك شوب بتاعها نفسه. الكافيه لما تخشه المفروض تحس بايه؟ ده اسمه برودكت ديزاين. لما انت تخش على الويب سايت بتاع ستاربكس وتشوف حاجات معينه او تشوف لوك اند فيل معين، ده اسمه برودكت ديزاين. تمام كده؟ بعد كده هنبدا نتحرك من الحاجات الستاتيك للحاجات الدايناميك، الموشن ديزاين. الموشن ديزاين في ناس بيبقى فيها لبس ما بين الموشن ديزاين اللي هو الحاجات اللي بتتحرك زي الانفوجرافيكس والانيميشن. الانيميشن او الانيميتور مختلف تماما على الموشن ديزاينر. لما يبقى في حد بالتايتل اسمه موشن ديزاينر هو مختلف تماما عن الانيميتور. الانيميتور ده بيشتغل على كي فريمز واغلبه ممكن يكون داخل في حته الكاركترز انيميشن. اما الموشن ديزاين هو رساله تسويقيه في الاول وفي الاخر. عشان كده ذكرت حاجه واضحه وصريحه وهي الانفوجرافيكس. ال 3 دي، ال 3 دي هو عالم كبير جدا ما بين بقى برودكتس، ما بين براندنج، ما بين كل حاجه. التكنيك بتاع ال 3 دي اتشهر فتره السنين اللي فاتت بالسي جي اي، ان انت تاخد صوره وبعد كده تدخل عليها اليمنت 3 دي فيحسسك ان في منطاد طاير في الهواء والناس بتانتراكت مع منطاد هو اصلا ما كانش موجود. هو ده السي جي اي. ده نوع من ال 3 دي. حتى الافلام الفيجوال افكتس بتخش في مرحله ما بين الدمج ما بين الافتر افكت وبين الحاجات ال 3 دي، وده دمج ما بين اكتر من حاجات او اكتر من سيكشنز. وده اللي احنا بنسميه بقى التكنيك، ان انت تفهم تكنيك وبعد كده تبدا تدمج ما بين الحاجات دي كلها. بس لو انت اول مره تخش المجال انت محتاج تبص على كل السيكشنز دي عشان تعرف انت ميال لفين، انت هتحترف ايه، وتعرف حاجات بسيطه عن الحاجات الباقيه. وهنا يجي سؤال مهم، في حاجات مشتركه ما بين كل الكلام اللي احنا قلناه، وهو ايه بقى؟ تايبوجرافي، الكالرنج، الجريدينت، الجريد بتاع او اللاي اوت بتاعه الديزاينز، كل دي كلهم مشتركين في نفس الحاجه. لازم تبقى فاهم الجريد واللاي اوت. كذلك لازم تبقى مفاهم الهيراركي بتاعت كل حاجه بتتحط في تصميم شكلها ازاي. امتى احط اللوجو فوق، امتى احطه تحت. طيب الرساله بتاعت التسويق هحطها فوق ولا احطها تحت. طيب التكوين بتاع التصميم بتاعي، الكتله والفراغ هعملها ازاي. كل الكلام ده هم مشتركين كلهم في حاجه واحده. يبقى ده تحت تكنيك لازم تفهمه. طيب الناس اللي داخله المجال جديد وعايزه تتعلم الجرافيك ديزاين، انا اتعلمته ازاي؟ او الجيل بتاعنا بالذات اتعلمه ازاي؟ دلوقتي بتشوف كورسات كتير قوي بتعلمك الجرافيك ديزاين نفسه. طيب عشان تتعلم التكنيكس او الفوتوشوب او الاستريتور او ان ديزاين، انا شايف ان اليوتيوب فيه حاجات كتير قوي. هسيب لك كل المنصات او كل اليوتيوب تشانلز اللي انا شايف او اللي هي علمتني انا مثلا في قناه اسمها بيكسل. القناه دي علمتني كتير قوي لانه ديبلي بيخش في تكنيكس هتعلمك حاجه كتير قوي. فانا شايف ان القناه دي هي قناه من اقوى القنوات اللي ممكن تعلمك التكنيكس بتاعه الفوتوشوب مثلا. واولا واخيرا مصطفى مكرم. مصطفى مكرم هو واحد من الناس اللي علمتنا احنا كلنا تقريبا. مفيش حد ما دخلش عند مصطفى مكرم وتعلم منه ولو جزء صغير وهو بيبتدي المجال. ولو انت حد حابب الكونسبتس وحابب تخش بقى تفهم اكتر عن الجرافيكس وتفهم ان انت جوه امبريلا كبيره جدا جواها حاجات كبيره جدا، مش مجرد حاجات هتقدر تعملها بالذكاء الاصطناعي، فانا هسيب لك القناه دي كنز على يوتيوب. طيب تعالى نتكلم على الجرافيك ديزاين بحته تانية خالص بقى. تعالى نتكلم على الذكاء الاصطناعي. طيب تعالى نحط ورك فلو مع بعض. الورك فلو ده لو حطيناه صح هتبقى جرافيك ديزاينر شاطر. ايه هو الورك فلو؟ اول حاجه لازم تبقى انت فاهم انت بتعمل التصميم ده ليه. الحاجه التانية تعرف الجمهور بتاع البراند اللي انت بتعمل له التصميم ايا كان هو ايه، وتعرف الجمهور ده بيحب ايه بالظبط. في جمهور بيحب الحاجات ال 2 دي، وفي جمهور بيحب الحاجات 3 دي، وفي جمهور تالت خالص بيحب الحاجه اللايف ستايل اللي هي ريل، ما بيحبش يشوف الحاجه اللي هي فيها انفوجرافيكس. بعد كده بنبدا نروح نعمل مود بورد. ايه هي المود بورد؟ انت دلوقتي بقيت عارف جمهورك، بعد كده المفروض هتعرف انت
هتعمل ايه بالظبط، وتبدا تدور على افكار بالتارجت او بتروح للاوبجكتيف اللي انت معاك او الاوبجكتيف اللي المفروض توديه للناس. فهمت الجمهور، فبتبدا تعمل مود بورد بناء على الاتنين دول. المود بورد دي هي اللي هتقدر بعد كده تخليك تطلع دايركشن. عشان كده بنقول ان الار دايركشن هو التيست، وده اللي الذكاء الاصطناعي ما بيعرفش يعمله. فحضرتك المطلوب منك كحد لسه داخل المجال جديد ان انت تفهم تكنيكس وتتعلم تكنيكس وتتعلم يعني ايه جرافيك ديزاين وتفهم الجريدز كويس قوي، وبعد كده تروح تبدأ تبني التيست بتاعك انت. هتبنيه ازاي؟ بثلاث حاجات. اول حاجة ان انت تقرأ كتير عن المجال وتشوف حاجات كتير قوي وتسمع كتير قوي. الحاجة التانية ان انت تفهم تكنيكس كتير قوي وتطبق بايدك كتير قوي عشان تفهم اكتر. انا عارف ان ده بيتعمل بالذكاء الاصطناعي، بس انت محتاج تفهم اصلا التكنيك عشان تعرف بعد كده تحطه في البرومبت بتاعك. الحاجة التالتة وهي ان انت تربط ما بين الحاجات دي وتبدأ تطلع مود بورد مختلفة عن بعضها وتطلع بأكتر من تيست وتقدر تنفذه في أي مشروع يجيلك. كل الكلام ده نقدر نعمله بكل بساطة. وانا بما اني طلعت الفيديو ده هقول لك ان انا في اخر حاجة خالص، لو الفيديو ده عجبك تعالى نعمل سيشن. السيشن دي تبقى اونلاين ونخش ندردش مع بعض في الجرافيك ديزاين والمفروض تروح فين. سلام.